بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم أخوتي أخواتي ورحمة الله وبركاته. ونحن نستقبل شهر فضيل مبارك وهو شهر ربيع الأول، وجاءت في أول يوم من هذا الشهر أعمال، هذه الأعمال لدفع البلاء، قضاء الحوائج، تيسير الأمور، والأجر العظيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن يعمل هذه الأعمال، فلا تكن من الخاسرين وتترك هذه الأعمال. أول هذه الأعمال ذكر العلماء أنه يستحب في هذا اليوم الصيام شكرا لله على سلامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين، بعد أن بات أمير المؤمنين في فراش الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الصيام شكرا لله سبحانه وتعالى. العمل الآخر وهو الصدقة، والتي تدفع 70 نوع من أنواع البلاء، تتصدق في هذا اليوم وأنت تستقبل هذا الشهر حتى تحصل على سلامة هذا الشهر ويبتعد عنك كل بلاء إن شاء الله. العمل الثالث وهو زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمولى أمير المؤمنين عليه السلام، سواء كان عن بعد أو قرب، بالزيارات المذكورة في كتب الأدعية الموجودة. والعمل الآخر وهو الصلاة ركعتين لضمان سلامة هذا الشهر، والتي يقرأ فيها ركعتين النية أصلي قربة إلى الله تعالى، تقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب مرة والتوحيد 30 مرة، وفي الركعة الثانية فاتحة الكتاب مرة والقدر أنا أنزلناه في ليلة القدر 30 مرة. اللهم صل على محمد وآل محمد.